اللحمه دايبه يا جدعان. يا لهوي، محدش راضي يصورني يا جدعان، بس الطرب عالمي عالمي. تمام يا برنس يا باشا، انت بتقول له ايه؟ انت هتصور معايا يعني؟ ماشي يا عم فين الصوره؟ انت ما صورتش ولا تصور فيديو؟ انت بتخليني اجي عند الفيديو واقول ماشي. هو تصور معايا يدفع 100 جنيه عشان هو تصور معايا. ماشي يا عم حبيبي يا خالد. طبعا لهم الشرب بقى يلا نشوف فيديو جديد من القاهره حضرموت عنتر. طبعا احنا تعبنا جدا، هوريكم احنا عملنا ايه النهارده. يلا بينا نشوف الاكل بيقول ايه. نرجع كده ورا شويه الاول. اليوم اول حاجه رحنا للموقف وركبنا عربيه ورحنا بيها على القاهره. الحمد لله وصلنا الارض المحروسه. وصلنا المحروسه، هون بيسرح مع حاله. مشينا شويه لحد ما وصلنا للمترو، اخدنا المترو ونزلنا في العتبه. لفينا لف كتير جدا جدا جدا، قعدنا نتفرج على اللبس وعلى الساعات والبريسلتس وشغل جلد، حاجات حلوه جدا باسعار جمله اللي عايز يشتري ويعمل بيزنس خاص بيه. بس الصراحه في حاجات كانت اسعارها غاليه جدا واوفر. ورحنا بصينا على الملابس، الجاكيتات، البناطيل، السويتشيرتات والبلاطي. الاسعار فيه حاجات حلوه وحاجات وحشه، وكمان في حاجات حلوه جدا للديكور. بما اني مهندس فالحاجات دي شدتني جدا، حاجات معموله بحرفه كويسه جدا وعجبتني. دي الملابس اللي انا قلت لكم عليها. رحنا خدنا كده ايه، واحد جزر قصب نريح منه نفسه. الصراحه كان جامد جدا. وبعدين كملنا لف، لقينا حاجات كتير جدا، شغل خشب وسوق خشب كبير جدا وابواب والموتال وكل الحاجات دي بالجمله. كمل ايه يا حبيبي انت بتفاجئ الواحد. يلا بينا على الفندق. ربنا يستر، الواحد خايف منه ده الفندق؟ لا طبعا. هو بينزل بقى بحب الفيلم الكبير يا جدعان احنا طالعين الفندق، والله اعلم هنرجع ولا لا. والله حسب الله ونعم الوكيل في الكلام. اول ما وصلنا مكان هو عباره عن موتيل صغير، كان فيه انمي كتير جدا بالياباني وفي حاجات بالصيني، وكل اليافط بالصيني والياباني، وحتى الساعات اللي حاطينها ياباني وصيني ومصري. وكان في سياح، كان في دول كانوا برازيليين. احنا كنا مقلقين شويه من المكان الصراحه في الاول. وكان في ناس هنود كتير. مش عارف، هو الصراحه كانت تجربه جديده بالنسبه لنا، مكان غريب. تعالوا نشوف الاوضه جوه عامله ازاي. غريب فشخ الصراحه. فرجكم على الاوضه الجميله الفشيخه. اي بكام دي؟ الكحول بكام دي؟ 85. كل واحد فينا 85 جنيه. 84 جنيه والجنيه انا عايزه قبل 85. والله حلو. كل انتوا هتدفعوا لي كده عشان انا اللي دافع. 85 جنيه جامدين والله. سلام. عايز تقول حاجه؟ مبدئيا كده انا مش دافع حاجه. انا اللي جايب المكان. انت مش عاجبك المكان؟ انا مش عاجبني المكان ومش عاجبك اللي جاي بس هو اللي جايبه المكان ومش عاجبه. طب خلاص انا مالي. انا بنقول لك هو اللي هيدفع. ده هو اللي يدفع، احنا اللي ندفع. ده المفروض. ومش دافع حاجه وعافيه ما عندكم عافيه على نفسك يوم. ايه ده ايه ده؟ ده صابون. هتلاقيه صابون مش سانيتايزر وانتوا بهايج. والله بص ايه اللي جابت؟ ما هو صابون فعلا، صابون هاند اهو مكتوب اهو يا بهام. يلا مش بتقروا. بيتغسل بيه؟ ده صابون. اغبياء مفكرينه سانيتايزر. الفيو اكثر من رائع يا جماعه. المكان الصراحه ما كانش احسن حاجه خالص، بس كان يدي الغرض. احنا كنا كل اللي عايزينه ان احنا ننام 5-6 ساعات ونصحى. حطينا حاجتنا ونزلنا اتمشينا شويه كمان. الصراحه المكان كان مميز جدا لان هو في وسط البلد حرفيا، حوالينا كل حاجه. كراي انت احلى حاجه في الدنيا. كراي خليك حبيبي والله. تطبيل عالمي يا جدعان. وكمان المميز في المكان ان كان فيه بتوع خضار وفاكهه كتير جدا، ومحلات ملابس ومحلات اكل بالهبل. كراي انا ما فيش خلاص بقى كده. خلاص انت كراي انت الفاكهه بتاع الحياه. الله عليك والله، الله يخليك. عدلي منصور عشان عدلي منصور. بس لا احنا هننزل عمر بن الخطاب ونطلع على المطعم اللي بقى اللي هو انا مش هقول لكم اسمه ان شاء الله. حضرموت عنتر. يعني عبيط وهبل كده. بص اهو انا بقول متشاكلين. وصلنا. يلا بينا على حضرموت. يلا بينا يا جدعان. التور جايد بتاعنا وفي ريحه دخان. اعتقد وصلنا الحمد لله ان شاء الله. يعني كذاب مش شام حاجه. مش شم اي حاجه والله. الدخان بس. سواء انا فاكر من اللون الاحمر. كنت بشوف فيديوهات كتير لحضرموت عنتر
وفي ناس كتير عملت عليه ريفيو، وبينزل صواني غريبه جدا. المكان بتاعه مميز جدا، بس الصراحه كان بعيد قوي عشان نوصل له. المسافات للاسف في القاهره مهوله، فاحنا اخدنا وقت كبير جدا. المميز في حضرموت عنتر ان هو جزاره بيبيع اللحمه بسعر مناسب جدا واسعاره كويسه جدا، وبيعمل عروض وصواني حلوه جدا واسعاره حلوه جدا الصراحه. دخلنا المكان ما خدناش وقت خالص. اول حاجه نزلت شوربه لسان عصفور، سلطات بتاع. الدنيا زحمه قوي الصراحه يا جدعان، ودوشه جدا جدا يعني. شوربه لسان عصفور، نشوف بتقول ايه. حلو والله. هذا الصينيه وعلى نص ضرب من فوق وعلى ربع مندسين. هات يلا تقول لنا بحاجه ثانيه يا رجاله. الله يبارك لك. خد يا شعبان. مش عارف الصوت هيبقى حلو ولا وحش، بس احنا هنخش نشوف كده مع بعض الدنيا بتقول ايه. ناخد حته مندي. بس والله انا هاخد لحمه دايبه يا جدعان. يا لهوي. حته كفته برضه بسرعه كده. خطيره يا جدعان، يا لهوي يا جدعان، عظيم. بص حته دهن كده، حته الدهن تمام، حته لحمه مثلا. انت قلت المكان اسمه ايه؟ حضرموت عنتر. عارف الرز بقى؟ فيها جامده فشخ. استنى ناخد بقى ايه؟ حاجه ملوخيه بالمره. يا عيني خلص اكل ونرجع له. محدش راضي يصورني يا جدعان، بس الطرب عالمي عالمي. الحمد لله خلصنا الاكل، ما كناش قادرين، احنا كنا 5 وطلبنا الصينيه الكبيره دي ومعاها نص كيلو طرب. الصينيه عباره عن تمن تيس ومعاها كيلو كفته وايه تاني، والسلطات والرز ومش عارف ايه والكلام ده كله. احنا كل واحد فينا دفع تقريبا 200 جنيه في الحدود دي، دافعين احنا ال 5000 جنيه. الاكل جامد جدا الصراحه، وما عرفناش نصور من كتر من حلاوته، نصف بسرعه، وكمان الدنيا زحمه قوي ودوشه، فانا حاولت اصور كده بسرعه على قد ما اقدر يعني. في الاخر جامد. تعالوا جربوه يا جدعان، تعالوا نشوف بقى هنحل فين ولا هنعمل ايه. يلا. بقالنا كتير ما شربناش جزر قصب، قلنا بقى المره دي نطلب جزر برتقال. بصراحه برضو كان جامد جدا. خلصنا وروحنا لقينا المكان الجامد جدا ده جنب المكان اللي احنا قاعدين فيه. كان بيبيع كنافه نابلسيه خشنه وناعمه وبسبوسه، كان اسمه عمر الدمشقي. الصراحه جامد جدا، لو رحتوا المكان لازم تجربوه. جوايه؟ ايه؟ دي جوايه؟ تكاوية جدعان. الشوارع في الجمدان بالليل في الرايق جامد جدا الصراحه. لا اليوم خلص وجبنا الحلو والمشروبات في مكان اكتشفته. إيه؟ بس اكتشفته وانا بسحب فلوس. بيعمل ايه؟ ده جامد. لا مكان كده كله قهاوي بلدي. بكره بقى انتوا محسسين ان بكره هنحرر فلسطين؟ احنا بكره هنعمل كل حاجه يا جدعان. انا مش قادر النهارده. بكره هنروح متحف التحرير وبارون. المكان اللي انا شفته ده ابو حيدر والفلوكه الصبح. ربنا يستر ونقدر نعمل كل ده. يلا بينا نطلع بس الاوضه نشوف صحابنا اليابانيين والهنود فوق ونتكل على الله ونصبح على خير. في كميه فنادق في العماره دي غريبه، وهي فنادق كلها زي هوستلز كده او موتيلات، اللي هو اوض يعني شقه او معموله اوض جوه. غريبه جدا الصراحه، كحيانه الى حد ما، بس قشطه شغاله تأدي الغرض. وصلنا لهذا الحسن ربنا. اوضه مكمكمه. اوبا ترى مفيش حد ياباني ورانا، بس جرينا اوضه مكمكمه. بس يا سيدي وبكده اليوم الاول في القاهره هيكون خلص. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا صاحبكم اللي نفسكم تسافروا معاه وتقضوا اليوم الحلو ده. ولو عايزين الجزء الثاني او اليوم الثاني من الفيديو ينزل بسرعه يا ريت تقولوا لي، ولو الفكره دي اصلا عجبتكم ولا لا يا ريت تقولوا لي برده. واخر حاجه ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، بنزل كواليس التصوير اول باول. اشوفكم هناك، سلام، وهتلاقوا اللينك تحت في الكومنتات.